مش قلنا قمه الجوله؟ نعم. بتفكرني بايه؟ قمه جماعه لا سمح الله، اي لمانات وخطابات وادانات وبتاع، وتلاقيها في الاخر ايه؟ على فشوش. يعني بدون توتنهام افضل. على فشوش بدون اي ما في فائده مستخلصه من الموضوع. ايوه. وجماعه لا سمح الله انتوا سايبين الناس بقالها اكتر من سنه، انتوا ايه مستنيين 50,000 شهيد؟ مستنيين ايه؟ كنا بنقول لكم في الاول المساعده، ساعدوا الناس، وصلوا للناس المساعدات، الناس بتموت وتتحرق على الهواء وانتوا ايه مش موجودين. بنقول لكم كنتوا ساعدوه، ما بقى لكم 14 شهر ما بتساعدهمش، خليكم على الحياد. خط بالصهاينه والامريكان عريان بس. فما بنقول لكم شوف ما تساعدهمش، ربنا سبحانه وتعالى هيساعدهم، وهم ناس بيتوكلوا على الله. انتوا بقى ايه؟ والله هيرفع عنهم البلاء. 14 شهر ايه؟ خليكم على الحياد، ما تساعدوش الصهاينه ولا الامريكان. تمام؟ بس كنا بالاول بنقول لكم لعل وعسى تساعدوهم، دلوقتي لا، بنقول لكم خليكم على الحياد، ربنا سبحانه وتعالى هينصركم. وانتوا اهل غزه احنا بنمشي دلوقتي موطين راسنا. ليه؟ لان احنا ما عندناش دلوقتي كرامه، لان احنا ما ساعدناكوش ولا وقفنا معاكم، فسامحونا ولعل الله ربنا سبحانه وتعالى يسامحكم. وجماعه لا سمح الله كفايه 14 شهر، خدوا وقت، انتوا مش صغيرين، احنا دول كبيره، ولنا العرب لهم قيمتهم واهميتهم. اوعى تفرطوا في قدره وعظمه العرب، وما تسيبوش الناس ال 14 شهر، كفايه 14 شهر. 55,000 شهيد، الناس بتتحرق على الهواء، والناس بقى لها شهر ما بتدخلهاش حاجه، حرام. فربنا سبحانه وتعالى يشيل عن الجميع، اهل غزه واهل لبنان دول ناس بتقاوم بتجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وربنا سبحانه وتعالى هيكون معاكم. اي نعم احنا بنمشي كده دلوقتي لان احنا الصراحه سيبناكم، والجماعه بتوعنا جماعه لا سمح الله انتقلوا من جماعه لا سمح الله لخانه المفعول به. كفايه 14 شهر. على كل حال بعيدا عن ذلك